النهاردة هكلمكم على قصر من القصور اللي موجودة في منطقة حي الظاهر بالقاهرة في ميدان السكاكيني، هو قصر السكاكيني. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. طبعا احنا خلاص بقى اتعودنا قبل ما نتكلم على الأثر ونقوله لازم نتكلم على التاريخ. فتعالوا نعرف مين هو السكاكيني. هو حبيب السكاكيني ولد في دمشق سنة 1841. أسرته سورية، واتسمت بالسكاكيني او خدوا لقب السكاكيني ليه؟ لان اسرته كانت مشهورة بصناعة الاسلحة والسيوف وخاصة السكاكين كمان، فخدوا لقب اسمه السكاكيني. جم القاهرة في القرن ال19، والسكاكيني جه في فترة 1856، كان عنده حوالي 16-17 سنة، وتولى منصب في ايام ما كانت قناة السويس بتتعمل، كان زي خد وظيفة كده. لكن هو اثبت جدارته وكفاءته في الدولة المصرية. ايام انشاء قناة السويس كان في مشكلة، اللي هي المشكلة ان بيقولك كان في فئران بتطلع بتبوظ المعدات وتاكل اكل بتاع العمال، فكان مش لاقيين حل. فاقترح السكاكيني وقال طب ما نجيب قطط نجوعها، ومن خلال كده اما الجوع هتنقض على الفئران دي وتاكلها، وكده حلينا المشكله. وبالفعل حصل الكلام ده. ولما حصل كده يعني كافئوا ديليسيبس واداله وظيفه وخلاه رئيس لرش وتجفيف المستنقعات والبرك. في الوقت ده طبعا كان الخديوي اسماعيل كان اعجب جدا بالسكاكيني عشان كان ذكائه شديد جدا واعجب بيه جدا، فخلاه احد المقاولين عشان في فكرة انشاء دار الاوبرا المصرية، وبالفعل كان ليه دور. والخديوي اسماعيل انعم عليه بلقب بيك، يعني اداله لقب بيك في الوقت ده. مش بس كده، ده السكاكيني ليه دور اللي هو انشأ حاجة اسمها مقابر الروم الكاثوليكية اللي موجودة في منطقة مصر القديمة ناحية الكنائس. في مقابر كده ناحية الكنائس اسمها مقابر روم الكاثوليكية، هو اللي انشأها السكاكيني، وهو اصلا مدفون هو واسرته في المكان هنا، فكان ليه مكانة كبيرة جدا. وكمان الخديوي اسماعيل اداله قطعة ارض عشان يبتدي بقى يعمل ايه، يعمل القصر بتاعه اللي احنا هنتكلم عليه. قبل ما نتكلم على القصر نكمل نقول ان السكاكيني توفى 1923 واتدفن في مصر في المقابر اللي انا قلت لكم عليها اللي هي مقابر الروم. القصر كقصر راح للورثة بتوعه. بعد كده بعد الثورة بدأ يبقى أصبح ملك للدولة المصرية بس أهمل. كان في أحد أحفاد السكاكيني كان طبيب دكتور، ادى الجزء من القصر اللي هو الحصة بتاعته من القصر اداها لوزارة الصحة. طب ليه؟ هو دكتور اداها لوزارة الصحة، فوزارة الصحة استغلتها من 1961 ل 1983 حاجة اسمها المتحف التثقيفي الصحي، وده كان موجود في قصر عابدين، نقلته من قصر عابدين وديته لقصر السكاكيني. طبعا هو وزارة الصحة ملهاش علاقة بالآثار فأهمل. تمام. بعد كده 1987 القصر بقى ايه اتسجل وبقى من ضمن الآثار، او دخل في فكرة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وبدأ يلاقي اهتمام بعد كده، وهو حاليا في فترة الترميمات ان شاء الله ويتم الانتهاء منه. طيب تعالوا بقى نتكلم على القصر. السكاكيني لما جه يبني في المنطقة دي بالذات، هي منطقة جميلة جدا لانها بتطل على 8 شوارع. والمنطقة دي طبعا ما كانش اسمها السكاكيني، لا دي كانت ليها اسم قبل كده، كانت اسمها بركة الامير قراج التركماني. الامير قراج التركماني ده كان امير من الامراء في عصر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وانعم عليه السلطان بقطعة الارض او البركة دي، فهو استغلها وبقت باسمه. والبركة دي ليها تسميات مرة تانية، يعني كانت في عصر الحملة الفرنسية كانت اسمها بركة الشيخ قمر. في الوثائق العثمانية في العصر العثماني كانت اسمها بركة المجاورين. وكانت المنطقة دي على فكرة كانت منطقة فيها بساتين وحدائق وحاجات كتير جدا. تمام. لكن بعد كده طبعا مر عليها وقت كتير، فجه السكاكيني
ردم البركة. هو طبعا كان واخد وظيفة ايه اللي هو استغلها بقى، اللي هو وظيفة ايه اللي كان واخدها؟ رئيس تجفيف ورش وتجفيف المستنقعات والبرك في مصر. فطبعا كانت مصر مليانة مستنقعات وبرك كتير، فهو استغل ردم البركة بدأ يبني القصر بتاعه اللي موجود. طيب القصر بتاعه اللي موجود ده لما بناه هو استعان بمهندسين ايطاليين من ايطاليا. طب هتقولي اشمعنى ايطاليا، ما راحش ليه من اي دولة تانية؟ اقول لك لانه اصلا هو كان كان سافر ايطاليا من ضمن جولاته، يعني راح ايطاليا وكان اعجب بقصر في ايطاليا بالظبط نفس النمط كده، فحب يبني القصر ده في مصر، يعني يستغل بقى ويبنيه. ونفس الكلام ده شبيه بالبارون، برضو نفس الفكرة بالبارون. هو كمان السكاكيني كان في ايطاليا شاف نموذج القصر فحب يعمل نفس زي القصر ده، فاعجب بيه جدا وجاب مهندسين ايطاليين بالذات عشان يبنوا له القصر نفس النسق او نفس التصميم اللي موجود. القصر مساحته 2698 متر مربع. هو بيتكون طبعا من 5 ادوار. الحديقة بتاعته اللي فيها النافورة او الفسقية، وده طبعا المنظر الجمالي اللي موجود. لكن الاكتر او اللي يجذبنا اكتر في الموضوع ده اللي هو البناء المعماري للقصر نفسه والزخرفة اللي في القصر. لو هنتكلم ان واجهات القصر 4 واجهات، حلو. ال4 واجهات دي فيها 4 ابراج، وال4 ابراج دي اصلا هي واخده حاجه اسمها نظريه التماثل او السيمتريه. ودي اصلا الكلام ده كان موجود ايام الحضاره المصريه، فكره التماثل او السيمتريه دي، تمام، اللي هي برجين قصاد برجين. فهنا الابراج هنا ابراج واخده تزاوج او مزدوجه، يعني ايه برجين قصاد برجين، تمام. دي حاجه. الابراج دي متاثره اصلا بتطور الفني في المانيا في اوائل القرن ال11، وخاصة في الأبراج دي نفسها من كنيسة اسمها كنيسة تمام شترسبورغ 1015 ميلادية، نفس التطوير أو نفس البناء بالظبط بالشكل ده. طيب لو بصينا على الأبراج دي هنلاقي فيها ايه بقى؟ هنلاقي ان الأبراج دي واخدة الأوبب بتاعتها المسقط بتاع مسقط دائري، يعني واخدة شكل دائري وملهاش مرحلة انتقال في تصميم القبة. يعني احنا عارفين ان القبة دايما بيبقى ليها مرحلة انتقال، بتطلع مش عارف بمساحة مستطيلية مقرنصات وبعد كده لا، هي ملهاش مرحلة الانتقال، هو مسقط دائري طالع بالقبة على طول. فده المختلف اللي فيه، وده التطور في عصر النهضة. طيب هنلاقي من ضمن هنلاقي من وسط الاربع ابراج في برج كده طويل، ده اسمه البرج الرئيسي. البرج الرئيسي ده واخد شكل بقى مثمن. يعني ايه مثمن؟ الزخرفه بتاعته زخرفه مثمنه، يعني واخده شكل مقرنصات او فيها مقرنصات، بس برضو ملوش مرحله انتقال، ونفس الفكره برضو من فكره عصر النهضه. وهنلاقي ان سقف القبه نفسه في البرج الرئيسي ده متغطي معمول من الخشب ومتغطي بطبقه من الجص، وده كان المشهور برضه في عصر النهضه ان الاسقف الخشبيه كانت متغطيه بطبقه من ايه؟ من الجص. فده برضه حاجه مشهوره جدا. هنلاقي برضه ان في البرج الرئيسي هنلاقي فيه شرفه نافذه يعني، تمام. والنافذه دي فيها مقعد كده، كان دي منها عشان زي واجهه كده بتكشف كل المنطقه المحيطه بالقصر. فده برضه تصميم في الايه، فكره تطوير برضه من عصر النهضه. هنلاقي ان القصر اصلا نفسه واخد التصميم او واخد التأثير من عصر النهضة اكتر، لكن ليه كذا طراز او ليه كذا حاجات مختلفة يعني وتطورات مختلفة. طب لو بصينا على السقف بتاع القصر، سقف عادي خالص، بس في حتة كده حاجة اسمها السقف الجمالوني. والسقف الجمالوني برضو ده واخد تأثيره من الحضارة المصرية القديمة واتكلمنا عنها كتير، فكرة السقف الجمالوني. والسقف الجمالوني ببساطة ومش هنشرح فيه كتير، اللي هو واخد شكل مخروطي كده او شكل ايه، منحدري. فنلاقي لو بصينا كده السقف الجمالوني ده موجود فين بالظبط في القصر؟ عند البرج الرئيسي برضو. هنلاقي عند البرج الرئيسي في كده ناحية سقف كده نازل منحدر كده لحد الجدران بتاع القصر، تمام. وفي شبابيك عشان تدخل اضاءة لباقي الادوار اللي موجودة. التخطيط بتاع القصر نفسه هو تخطيط مختلف. يعني التخطيط طبعا بيبقى نظام القاعات والحجرات اللي مفتوحة على بعض، تمام، ويبقى واخد شكل مستطيلي. التخطيط واخد شكل مستطيلي.
وبيبقى واخد تخطيط دائري احيانا، بس ده احيانا دائري في ايه؟ في الابراج، وزي البرج الرئيسي والابراج الركنيه اللي موجوده في الاركان وكده. طب هو القصر اتبنى سنه كام اصلا؟ القصر بدأ فيه لما ردم البركه وعمل الكلام ده من 1892 ل 1897، يعني خد 5 سنوات. وهنلاقي النص التأسيسي أو نص البناء على المدخل بتاع القصر من فوق كده، هتلاقي مكتوب نص التأسيسي البناء 1897، أو في البناء أو البناء القصر والانتهاء من القصر 1897. طيب برضو اللي يدينا اللي يجذبنا أكتر في القصر مش البناء بس، الزخرفة اللي فيه. يعني الزخرفة الخارجية للقصر من بره هنلاقي فيه تماثيل كتير جدا. هيقولك دول 300 تمثال، انا ما عدتهمش بصراحة عشان اعرف كام تمثال، بس هما تماثيل كتير. والتماثيل الكتير ده غير اللوحات الزيتية برضو اللي بشكل دي، اللي باشكال مختلفة او برسومات مختلفة. كل ده اللي انتوا شايفينه هو متاخد من الاساطير الاغريقية. وطبعا لو تطرقنا بقى للاساطير الاغريقيه يبقى موضوع طويل جدا مش هنتطرق ليه، لكن هي الفكره كلها من اساطير اغريقيه مختلفه. برضو عصر النهضه استغل الفكر والنهوض بالفنون بالشكل ده والتحرر، فاستعان بالاساطير دي وطورها في الفن بتاعه. فهو خد برضو نفس التطوير اللي في عصر النهضه والاساطير الاغريقيه اللي موجوده وحطها عنده في القصر، سواء في اللوحات او في التماثيل المنحوته الرخاميه اللي موجوده. تمام، دي حاجه. طيب القصر زي ما احنا قلنا ايه، فيه 5 ادوار. يعني مثلا هنلاقي الدور الاول مثلا فيه 4 قاعات، 3 قاعات و4 غرف و4 حمامات. الدور التاني 3 قاعات برضو، حوالي 4 صالونات، غرفتين نوم. طبعا مش هعرف اجيب لكم يعني باقي القصر، لان القصر صوره محدوده جدا، ولسه طبعا في مرحله الترميم ان شاء الله، وان شاء الله يتم افتتاحه قريبا يعني. القصر ده يعني احنا عارفين دايما ان اي قصر بيتساب لفترة، وخاصة زي قصر البارون لما اتقال عليه خرافات، قصر السكاكيني برضو اتقال عليه خرافات. يعني بعض الخرافات والاساطير اللي اتقالت وده مش حقيقي. يقولك ان القصر كان بينور بالليل، يعني كان الاضاءة بتاعته بتنور بالليل. دي حاجة تانية يقولك ده كان فيه ظل بتاع شخص، ظل شخص كده بيبص من الشبابيك بالليل. دي حاجة تانية يقولك لا ده كان القصر بيطلع أصوات غريبة منه. حاجات كتير وأساطير كتير يعني. واحنا طبعا الكلام ده كلها خرافات، زي قصر البارون كده ما فيه خرافات كتير. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.